السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول. معايا النهارده فيديو حلو جدا، هنعمل كده الغدا مع بعض. حاجة خفيفة كده، بصوا يعني غدا المستعجلين. يلا بينا كده هنعمله النهارده مع بعض ونتشجع كده. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اي حاجة جديدة توصل لك على طول. اول حاجه خالص بدأت بيها، هنعمل النهارده صينيه من الرز. معايا كده الصينيه، مش بعير لها الرز مخصوص، انا بجيب الصينيه كده بحط تلتينها رز وبس، مفيش اكتر من كده. معايا سمك كمان هبدأ كده ان انا اغسله وهفض عليه البوله خالص من الميه، هنحط له ميه تانية دلوقتي. ونبدأ كده نغسل بس كده ايه مطرح ما غسلنا السمك بقى، علشان اما نغسل الرز ما يزفرش الدنيا ويخلي الحاجات اللي معايا ايه مزفرة. غسلة كده بالبريل، وبعد كده نشطفه ونجيب بقى الرز بتاعنا ونبدأ على طول ان احنا نغسله. طب ليه مش هنعاير الرز؟ لان كل صينية غير التانية. الصينية بتاعتي كبيرة، صينيتك انت صغيرة كده يعني. فانت تعملي ايه؟ تجيب الصينية بتاعتك وتحط التلتين بالظبط من الرز، رز مصري عادي خالص. ويلا بينا دلوقتي كده نبدأ نغسله كده مع بعض. طيب مين بقى بيعمل كده زي ايام زمان كده؟ لما كنا بنجيب السمك ونغسل الرز، كانت امهاتنا بيقولوا كده: اغسلوا الرز وحط الصفايه بتاعه الرز على السمك علشان تشيل منه الزفاره. بصراحه مش بعمل كده على طول، بس يلا هنعملها كده ايه مع بعض النهارده. وبرده مش هنستكفي بكده بالسمك، هنحط له برده حاجه تانية عشان نبقى متاكدين ان السمك بتاعنا ريحته حلوه وهو في الفرن. هنشوي النهارده السمك مع بعض عشان نبقى متأكدين كده ان هو ما فيهوش اي زفارة ولا حاجة خالص، تبقى ريحته حلوة مش ريحته زفرة. يلا بينا كده واحدة واحدة مع بعض في الفيديو، وان شاء الله الفيديو هيعجبك خالص. نبدأ دلوقتي نغسل الرز بتاعته كده، لما نخلي مية الرز بيضة شفافة خالص، مية تتشرب كده زي ما انتم شايفين. ويلا نحط كمان ليمونة كده ولا اتنين على السمك، علشان زي ما قلنا ما يبقاش فيه اي ريحة زفرة خالص. ونسيبه دلوقتي بقى كده وننقعه. ويلا بينا نروح على الرز بتاعنا ونشوف هنحط له ايه. هنسويه كده في قلب الصينية دي، مهمة قوي علشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. ومعايا دلوقتي كيلو ونص من اللبن، برضو مش هنعاير اللبن، مش هقولك على معيار برضو معين. انت الصينيه بتاعتك زي ما قلنا تحط تلتينها رز، وبعد كده تحطي كميه اللبن اللي عندك. لو صينيه اكبر من كده تزودي شويه، 2 كيلو 2 كيلو ونص لبن. لو اصغر من كده تحطي كيلو كده يعني. فانت تحطي اللبن اللي عندك، وبعد كده تكملي الباقي ميه. مش عايزه تكملي ميه، انا عن نفسي والله اكتر الاوقات على طول اصلا مش بكتر لبن، مش بحط يعني ميه خالص للرز، بحط كله لبن. بس النهارده زودت كده ايه شويه، لان الصينيه اللي معايا كبيره شويه. وبعد كده بقى هسويه برضو كده. طبعا زي ما قلنا مش هنحط عليه غير الملح فقط لا غير، لا تحط زيت ولا تحط سمنه ولا تحط اي حاجه خالص، هي اللبن بس وشويه الملح. وبعد كده تدخليهم بقى الفرن دلوقتي. عندك فرن غاز، عندك فرن بوتاجاز، اللي عندك اشتغلي فيه وهيبقى زي الفل. طيب بعد ما ادخله الفرن خلي النار ايه، تخليها عاليه من تحت ومن فوق، ما توطيش لا من فوق ولا من تحت، تعلي من فوق ومن تحت. تمام. وتسيبيه بقى كده لما يغلي كده ويعمل يقوم جاي ايه وشه بقى يحمر. احنا بناكل بتنجان مشوي جنب السمك، ده شيء اساسي. جبت كده بتنجانتين كده وشقتهم كده بالسكينه، وهدخلهم دلوقتي لحد اما ايه يروحوا زبده معايا كده. بص صينيه الرز شفت علت قد ايه، عشان معليين من فوق ومن تحت. بس طبعا يعني دايما على طول تلاحظيها كده، وتاخدي بالك من الشواريق من فوق علشان برضو ما تحرقش الرز معاك. اوعي تفكري ان الحروف ديت مش هتتحمر دلوقتي، ده انا لسه بس كده طلعته دلوقتي كده. وهنزل عليه شوية من الزيت وشوية من السمنة. أنا على فكرة حطيت عليه شوية من الزيت، كنت طلعت تاني الصينية وحطيت عليه شوية كده من الزيت عشان بيديله لمعة وفرفرة كده. بس السمنة زي يعني انتوا شايفينها واضح، احنا حطينا السمنة كده مع بعض. وهدخل الصينية معاكم، بس أنا كنت طلعته تاني حطيت عليه ايه نقطة كده من الزيت عشان يفلفل الرز معايا ويخلي ايه طعمه وشكله حلو كده. طلعت البتنجان برضو كده عشان اشوف استوى ولا لا، لقيته لسه ما استواش، فدخلته كده وهسيبه بقى ايه مع نفسهم كده، البتنجان كده يكمل سوا والرز كده يتلدن ويتردد كده براحته. ونقفلنا عليهم الفرن، ويلا بقى كده نشوف هنعمل ايه تاني جنب الغدا. معايا الصينية ديت مليانة من الخضار، خس وبصل أخضر وكزبرة وطماطم وفلفل وشطة وخضار كتير قوي. خدنا كده الطماطم اللي هنعملها سلطة النهاردة غسلناها وجبناها على جنب. وهنمسك دلوقتي كده الخس، بحب كده اقطعه من فوق ومن تحت واشيل كده كام ورقة من اللي فوق دولت
انضفه كده وبجيب الخصايه بقطعها اربع تربع، ما بحبش خالص اجيب الخس واغسله سليم كده زي ما هو، ما ببقاش مطمنه نهائي، لازم هيبقى فيه تراب، لازم هيبقى فيه طين. فانتي احسن حل ان انت تجيبي الخصايه كده على قد ما هتاكلي، يعني النهارده مثلا هناكل مثلا خصايتين تلاتة اربعة، تجيبيهم كده وتنضفيهم وتقومي جايه قطعه الواحده اربع تربع، وتحطيهم كده في شويه من الميه تغسليهم، وتنقعيهم كمان في شويه من الميه وشويه من الخل، وتسيبيهم على قرب الغدا كده تقومي جايه غسلهم غسله حلوه كده بقى، تبقي مطمنه حتى لو عندك ضيف ومسك خاصيه ولا حاجه، ما تبقيش قلقانه ولا تبقي مثلا خايفه ان يكون مثلا فيها طين ولا تراب ولا كده. تمام كده. كده غسلنا برضو، نقينا الكزبره برضو لو فيها واحده بايظه، لو فيها واحده صفرة ولا حاجه، وحطينا عليها غسلناها برضو وحطينا عليها الميه وركناها، والبصل الاخضر برضو نضفناه والخس نضفناه زي ما اتفقنا، وحطيناهم برضو كده في شويه من الميه وركناهم. كده تمام. تمام أوي، غسلنا خضارنا، الحاجات ديّة لازم تبدأيها في الأول كده وتحطّها كده على جنب علشان تنزّل أي حاجة فيها وِحشة خالص. تمام. يالّا بقى كده نعمل شوية من السلطة، مش بنحب السلطة كتير طالما في بتنجان مشوي، بس لازم برضه ما فيش غنى برضه عن طبق السلطة. السلطة بقى بتاع طماطم وخيار وفلفل وشطة، لو في جرجير ماشي، بس بصراحة ما كانش عندي جرجير وما كانش عندي كابوتشا، فحلو يعني برضو إلى حدٍ ما كويس. هنعمل طبقين كده من السلطة، زي ما قُلت لكم إحنا ساعة ما بيكون في سمك مشوي وبتنجان، يعني ما بيبقاش إيه لينا أوي، أوي في السلطة يعني، بس زي ما قُلنا طبعًا ما فيش غنى عنه. هنعمل كده طبق من السلطة، وهنخلّص كده وهاروح بقى أدخّله على طول دلوقتي التلاجة. من غير ملح ومن غير بهارات ومن غير أي حاجة خالص، هم يا دوبك بس هاقطّع الخضار فقط لا غير. يالّا بينا بقى نعمل كده إيه، تتبيلة كده للبتنجان عشان تاكلي أحلى بتنجان وتتمزّجي. معايا كده فصّين من التوم، باحب أعمل البتنجان بتوم، معايا كده فصّين من التوم حاجة بسيطة كده، وهاقطّع دلوقتي فلفل أخضر، وهاقطّع شطة، قرن شطة أحمر كده برضه عشان يشطشط الدنيا ويدّي لها لون حلو كده، وهابدأ إن أنا أخلط بقى إيه الكلام ده كده مع بعض. كان البتنجان بتاعي دلوقتي برضه رُحت بصّيت عليه بصّة كده لقيته استوى وبقى زي الزبدة بالضبط، هاجيبه بقى دلوقتي وهانزّله كمان في الكبة، كان لسه سخن دلوقتي، بُصّي هنقشّره كده أهوّة وهانزّله على طول إيه على التتبيلة. طبعًا ما تحدّقيش التتبيلة بتاعتِك في الأول كده لمّا تحطّي البتنجان وتدّي له خلطة كده، وبعد كده بقى إيه تدوقيه، تشوفي بقى إن كان إيه مالح مش مالح، شوفي البتنجان زي القشطة إزاي، قشطة كده، تشوفي بقى لو في قشرية لو في حاجة تشيليها، وبعد كده تبدأي خلط بقى كده على طول، البتنجان بقى مع الفلفل مع التوم مع الشطة مع الحاجات ايه الحلوة دي، نروق بس الدنيا حوالينا كده عشان نحس ان احنا فايقين، وبعد كده بقى ايه ندوق بقى البتنجان بتاعنا نشوفه بقى محتاج ملح مش محتاج، كده يعني نظبط الدنيا كده، ونحط له برضو شوية من التوابل كده، البهارات اللي عندك اللي بتحبيها وبتحب طعمها حطها عليه. كانت لسه لها شوية برضه عايزة شوية من الملح وبس كده خلاص. هنجيب بقى كده حاجة ننزل فيها دلوقتي البتنجان ويبقى كده ايه البتنجان كده خلص كمان معايا، كده البتنجان خلص، وكمان السلطة خلصت والخضار بتاعي منقوع يعتبر كده اتغسل، هديله شطفة كده وغسلة كده على السريع، والرز بتاعي كمان كنت فضيت عليه السمنة وبيتلدن كده، وكده كل حاجة خلصت معايا، ما عادش محتاجة دلوقتي الا ان انا اشوي السمك بس. يلا نعمل له كده حلو كده عشان نروح نشوي السمك بتاعنا في الفرن دلوقتي. طب هنعمل حوض ايه، جبت شوية من المية وشوية من الملح وشوية من التوم، توم يكون مفروم بالقشر بتاعه، تمام ما بتقشرهوش، بتجيب التوم تدقدقيه كده بالقشر بتاعه، وشوية من الزيت وليمونة، وشوية مثلا من الشطة لو عندك شطة من اللي هي اللي بتيجي من عند العطار دي ماشي، ما عندكيش، انا ما كانش عندي شطة، حطيت قرن شطة من اللي هو الأحمر اللي هو الأخضر ده، نار قايدة بيخلي معاك المية نار قايدة، وبصي بيخلي طعم السمك فظيع. وهقطع دلوقتي كده الكزبرة عليه، لو انت مش بتحبي تعملي الحدق ده بمية كده عادي جدا، بتجيبي ملح وبتحط عليه البهارات بتاعة السمك، وبتطلعي السمك من الفرن كده على طول، تقومي جاية رشة عليه التتبيلة بتاعتك الناشفة دي، ولفّاها على طول في كيس كده علشان يعرق ويشرب من الملح، بس إحنا ما بنحبّهوش كده، إحنا بنحبّه نعمله إيه في مَيّة، مش بيبقى مبغنن ولا حاجة، لإن إحنا بنطلّعه برضه من المَيّة نحطّه في مصفى كده عشان برضه ينزّل المَيّة اللي فيه، بس المَيّة بقى بتدّي للسمكة طراوة مش قادرة أقول لِك، إحنا متعوّدين إن إحنا ناكله كده، كل واحد له طريقة. تمام، كده هنطلّع بقى صينية الرُز بتاعتنا كانت خلاص بقت قشطة، كانت قشطة حرفيًا كده.
لا لازقة من تحت ولا فيها حاجة. هنشوف برضه واحنا بنغرف كده، هوري لكم الصينية عاملة ازاي من تحت. الرز مفلفل فلفلة غير طبيعية، والصينية من تحت فلة شمعة منورة. هنشوف دلوقتي كده واحنا بنغرف مع بعض. نركز كده في السمك عشان فيها كام نقطة كده، عشان البنات العسل اللي لسه يعني مش بتعرف تشوي السمك قبل كده، يعني ما شوتوش قبل كده ومش بتعرف تشويه. هنشوف كده كام نقطة كده مع بعض. أول حاجة بحمي الفرن حلو قوي، لازم يكون الفرن محمي جدا جدا. ما ينفعش ان انت تحطيه بارد علشان السمك هيلزق في قلب الفرن. بتحميه كده الفرن كويس خالص، وبعد كده بتقومي جايه منزله عليه السمك. بتسيب السمك لحد ما يحمر من الناحيه دي اللي انت حطيتيه عليها، وبعد كده بتقومي جايه قلباه الناحيه التانية. اول برضو ما يحمر وتلاقيه كده احمر معاكي، بتقومي جايه بقى مطلعاه على باب الفرن كده. هنشوف برضو السمك دلوقتي على باب الفرن. تمام كده اتفقنا، لازم الفرن يكون حامي قوي. بتحط السمك لحد ما بيحمر على اول جهة، وبعد كده بتقومي جايه قلبه بالحديده اللي معاكي او بالعصايه اللي معاكي لما يحمر من الناحيه التانية. وبعد كده بقى بتقومي جايه مطلعاه على باب الفرن زي ما انت شايفه كده، كان خلاص احمر من الناحيه دي والناحيه دي. بتطلعيه بقى كده على باب الفرن، علشان برضو لو لسه ما نشفش قوي، لسه فيه مثلا دم، لسه فيه حاجه، ينشف معاكي. السمك ده كان زي الزبده. يعني انا هقرب لك الكاميرا دلوقتي، هتشوفي السمك ذات نفسه بينز كده من الدهن. تمام. طب انتوا بتشوي السمك وهو مقفول يا نورة؟ اه بنشوي السمك وهو مقفول. زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده، بص السمكه بتنز سمنه ازاي. احنا من كفر الشيخ، احنا متعودين ان احنا بناكل السمك مقفول. لو بتاكليه انت مفتوح او بتقرفي منه او مش بتحبيه كده، عادي جدا بتقومي جايه فاتحاه قلبه كده بالمقص، وغسلها غسله نظيفه من جوه، وتقومي جايه حاشياها بقى ايه، الحشوه اللي انت تحبيها. جزر بقى، فلفل، شطة، اللي انت عايزة تحشيه احشيه. تمام كده. هو بتشويه برضو، بتحط عليه ردة وبتشويه وبتطلعيه برضو ايه. عايزة تحطيه برضو عليه الخلطة اللي هي الناشفة دي ماشي، عايزة تحطيه في مية اللي انت عاوزاه. هبدأ بقى دلوقتي بعد ما السمك نشف معايا وما عادش قلبه فيه حاجة خالص، هطلعه دلوقتي بقى كده، احطه في الشرشة، وهطلعه على طول من الحدقية المية دي. هحطه على طول في المصفى عشان اي مية زيادة فيه تنزل على طول. زي ما قلنا بقى ان احنا مش بيبقى مبغن المية ولا حاجة خالص، بتبقى برضو السمكية ناشفة وحلوة كده، مش ناشفة بقى، بتبقى طرية كده ملبن كده في ايديك، وبرضو مش مبغننة من المية. وبصي بقى على الجمال والحلاوة دي. شفت صينية الرز ايه رأيك فيها؟ تحفة قوي. ألف هنا وشفا لأي حد كل منها وأي حد داق منها. يلا بينا بقى كده إيه، نروح بقى نغرف الأكل بتاعنا الحلو ده. أيوة كده. كفاية بقى الصينية سخنة مولعة، كنا خلاص غسلنا الخضار بتاعنا دلوقتي، البصل والخس، وجبنا كمان طلعنا مخلل. ويلا بقى دلوقتي بقى ايه، نجيب بقى البتنجان، نغرف بقى البتنجان كده ونحطه كده بشكل حلو. اهو زي ما انتم شايفين كده طبق البتنجان ده، بصي كفيل من غير اي حاجة تانية، والله العظيم طعمه تحفة حرفيا. الله عليه. ايوه كده هنزله اهو. ايوه. حبيتين كده من الكزبره برضه عشان يظبطوا الشكل كده. وهبدا دلوقتي ان انا املح السلطه بتاعتي، زي ما اتفقنا دلوقتي ان احنا عملنا السلطه يا دوبك قطعنا الخضار فقط لا غير. لا حطينا ملح ولا حطينا توابل ولا حطينا اي حاجه خالص. طبقين السلطه بتوعي دلوقتي، وهبدا دلوقتي ان انا اغرف بقى الرز ده. يلا بقى هاتي كده الاطباق وغرفي بقى الرز. وبصي شمي بقى الريحه، ريحه الرز ذات نفسها ريحتها جباره. لو عندك قشطه حطي. بشوف الريحه انا مش قادره، وعماله اقول لك الريحه فظيعه. الريحة حلوة خالص. ايه رأيك؟ الرز متلدن، حاجة كده بصي والله العظيم معمول بالشعرة، ولا لازق من تحت ولا معجن ولا لسه ني ولا حاجة خالص، حاجة كده معمولة بالشعرة. بصي الأرضية كمان من تحت اهي، لا لازقة ولا حاجة خالص، حاجة كده محنية. والله العظيم بجد. يلا بقى كده ايه، نخرف بقى نحط بقى ايه السمك بتاعنا بقى كده، علشان ايه، نروح نتغدى. خلاص كنا خلاص بقى رايحين نتغدى دلوقتي، كان جوزي جه والولاد جم. ويلا بقى كده ايه، نحط بقى السمك. وغدا ساهل وغدا بسيط وغدا سريع. والله العظيم ده بصي، ده انا بالنسبه لي بقى ده غدا المستعجلين. انا لما بكون مستعجله وعايزه اعمل غدا سريع، بقوم جايبه السمك. السمك ده ما بياخدش ثواني وبيكون معمول. صينيه الرز مسافه ما بتحط عليها اللبن وشويه الملح وتدخلوهم في الفرن، خلاص هو كده استوى. البتنجان ما بياخدش حاجه، كله اكل جاهز جاهز. وشويه السلطه طبعا ما فيش يعني، خلاص انا هقول لك هي السلطه بتتعمل بسرعه.
والخضار بتغسليه، كلّها حاجات كده في ثواني، في ثواني، في ثواني. باتمنى بقى إن الفيديو يكون عجبِك، ويا ريت بقى الفيديو لو عجبِك ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعّلي الجرس عشان يوصلِك كل جديد. باحبِك في الله، السلام عليكم.